المغرب وقصة نصف نهائي كأس العالم، وإن شاء الله اليوم تثبت المغرب خاصو يربحوا كولومبيا ويفوتوا للنهائي، لأن الكولومبيين خايفين. واخا المغرب نهزم في المقابلة الأولى ولكن الكولومبيين خايفين. راه كاين ديربي معاهم دابا، هما كيقولوا شي هضره اللي ما كايناش. هذيك هضرتهم خليهم يدويو. المهم حنا ما نفكروش في هضرتهم وندخلوا نتقاتلوا على كره الدراري، ونعرفوا راه رانا شعب، وراه هذاك الشعب الكولومبي ما كيحملناش. بغينا نتقاتلوا الدراري باش ندوزوا للفينال ان شاء الله. الماتش جاي فين؟ في طورينو، في التيران ديال جيفونتيس، الفينال. هاد المغامره سبحان الله نصف نهائي كينجز ليغ. شكون كان كيتخيل انا المغرب ادوز الدومي فينال؟ سيرتو ان الخصم هو كولومبيا. لعبنا بحال شنو لعبنا مع الماتش الاول اللي خسرنا ب4-1. نعطيكم واحد التشبيه بسيط باش تفهموني. بحال شي واحد غيلعب فيفا اول مره الجو ياك وما عارفش باش يتيري مربع، والاكس الاخر اللي يلعب مع اللي هو كولومبيا عارف كيفاش يتيري وداكشي. حنا دابا تعلمنا المانيطه، شدينا العبار. الجابون تهلا، اوكرانيا تهلا، ميريكان اللي كتمر الشاحه وكاسترو البلباله والحقره اللي حقرونا في الاول ديال كذا مكتب البارح. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودعم الفيديو بالإعجاب. دعمكم يعطينا الدافع لنستمر في تقديم أفضل محتوى لكم. في كأس العالم ما شاء الله، وقادر نقول لكم اليوم بأنه كأس العالم هذه ماشي هذه ديال الملوك، ولكن كاس العالم سوا ديال الكبار ديال 2026 غتكون مفاجاه كبيره للمغرب والايام بيناه. وغادي تجي وتقولوا هالي ولا حنا عايشين ان شاء الله يا ربي يطولنا في العمر ويطولكم معايا في العمر، وغادي نشوفوها في 2026 لانه المنتخب المغربي قوي وبحال اللي توالفوا درك لاكوب دو موند ما يخافوش، يعني يدخلوا لاكوب دو موند عادي. الحاجه اللي الشعب المغربي اللي راه باغي يشوفها ان شاء الله في 2025 هي لاكوب دافريك. ولاكوب دافريك هذه لدها في 2025 ان شاء الله باذن الله غادي تفتح له بزاف الافاق وتفتح لك الطريق. يلا الدراري، غدا ان شاء الله الرباح من اجل الشعب المغربي والشعب العربي والشعوب العربيه كامله. راه كاين ديربي معاهم دابا، هما كيقولوا شي هضره اللي ما كايناش. هذيك هضرتهم خليهم يدويو. المهم حنا ما نفكروش في هضرتهم وندخلوا نتقاتلوا على كره الدراري، ونعرفوا راه رانا شعب، وراه هذاك الشعب الكولومبي ما كيحملناش. بغينا نتقاتلوا الدراري باش ندوزوا للفينال ان شاء الله. الماتش جاي فين؟ في طورينو، في التيران ديال جيفونتيس، الفينال. ضروري، ولكن نديروها بجلابه مغربيه امازيغيه. تكون شي حاجه زوينه ان شاء الله اللي نديرو حنا التراث ديالنا حنا اللي كنفتخروا به. يلا الدراري، اخر كلمه غنقول لكم، والله ما سخيت فيكم. هاد المغامره سبحان الله نصف نهائي كينجز ليغ. شكون كان كيتخيل انا المغرب ادوز الدومي فينال؟ سيرتو ان الخصم هو كولومبيا. لعبنا بحال شنو لعبنا مع الماتش الاول اللي خسرنا ب4-1. نعطيكم واحد التشبيه بسيط باش تفهموني. بحال شي واحد غيلعب فيفا اول مره الجو ياك وما عارفش باش يتيري مربع، والاكس الاخر اللي يلعب مع اللي هو كولومبيا عارف كيفاش يتيري وداكشي. حنا دابا تعلمنا المانيطه، شدينا العبار. الجابون تهلا، اوكرانيا تهلا، ميريكان اللي كتمر الشاحه وكاسترو البلباله والحقره اللي حقرونا في الاول ديال كذا مكتب البارح. لي ديتاي الصغار السمول مارجنز اللي هضرنا عليهم هما اللي داروا الفرق في الماتش. الحمد لله. جو بونس الدعوات المغاربه اللهم لك الحمد، زعما تندعيو وتنديروا بزاف ديال الامور اللي يسر فيها ربي، والحمد لله دزنا للدومي فينال. اللي ما نهضروا على الماتش كولومبيا، هذا الماتش هذا عندهم معايير مختلفه. نتمنى ان كولومبيا يدخلوا نفس المايند سيت ديال الماتش الاول، يقولوا هادو راه ما عارفينش هكا راه عيانين، ورجعوا يتفرجوا في ذاك الماتش على اساس هو ذاك اللعب ديالنا. فهمتي؟ ما اناليزيوش الماتشات اللي لعبناهم الاخرين. المغرب الحمد لله بيلدا واحد المومنتوم زوين، ان شدينا هذيك الثقه في النفس والمونطاليتي الجمهور. هاد الكومبيناسيون كامله تجمعت عطاتنا واحد المنتخب اللي ما تيستسلمش. فهمتي؟ البارح كان ممكن المغرب يستسلم باش كان سكور 6-4، وسيرتو باش طاح نادر وما تحسبش بينالتي. هذاك كان يكون واحد التيرنوفر في الماتش. يعني ايكيب وحده اخرى، تخيل انت لاعب وكتفكر راه ما عطاناش بينالتي، راه حكم مشاك الفوكس على الماتش ولا الفوكس على شنو؟ على التحكيم ظلمونا، وكتقلب على لي زيكسكيوز اللي غتقول مور الماتش الا خسرتي. مي الحمد لله تيسرات. بالنسبه لكولومبيا ربحوا اوزبكستان ب6-1. انا تفرجت في الماتش الصراحه ما بانوش لي مختلفين على الماتش الاول.
عندهم في رجليهم، عندهم سكيلز. دابا واحد اللعيبه ولات كتصدق كطرق، زعما انا ماشي تنقول لكم انا راه تنعرف، غير اي حاجه تنقولها تطرا مور الماتش تجيو تكتبوا لي في لي كومونتير. شكرا لكم بزاف. وفي الكره كاين واحد الحاجه كتاناليزي، فهمتي؟ دونك كتفرج شي حاجه كتاناليزي كتخرج بفكره. الفكره اللي خرجت البارح في الماتش ديال كولومبيا هو انهم تيلعبوا ما عرفتش شنو نسميها، السكند موف. يعني مثلا ديفونسور جي عنده لعاب، هذيك اللعيبه اللي كيفكر فيها الديفونسور هو تيدير العكس ديالها. مثلا الديفونسور كيتوقع يتيري، كيدير راسو يتيري كيف انت كيماركي. طرات جوج مرات البارح في الماتش ديال كولومبيا تفرجت في الهايلايت. كاين رقم 23 خصنا نحذروا منه، فهمتي؟ خونا تيلعب مزيان صراحه، زعما عنده في الرجال 10 حتى هو. خامس رودريغيز بحجمه وشحميه باش نزل التيران رازق البيلانتي. انا دونك تنقول لكم حنا عندنا واحد البوان فور كبير في هذا الماتش. غنقول لكم شنو هو الحاجه اللي غتربحنا في هذا الماتش بدون منازع. دابا تخيلوا انت فريق خصم ياك كتقول قبل الكينجز ليغ شكون غيدي امريكان البرازيل، شويه تلقى المغرب في ديمي فينال. كتقول مع راسك هاد الناس واش عندهم خبره في الكينجز ليغ؟ لا. اللعابه ديالهم لعبوا توغيدر شي مرات، لعبوا بعضياتهم. لا. شحال فلاش ديالهم الراقي 44 عام بوصوفا اعتزل الكره الى اخره. ما نعرف شكون هو الستاف ديالهم، ما نعرف شكون هو الستريمر ديال، ما عارفين علينا والو، ما عندهمش انفورميشن، فهمتي؟ دونك هما حنا في دماغهم حطينا لهم واحد الصوره. حنا عرفتي انا نبسطها لكم. تخيل دابا امريكان قبل ما يدخلوا الماتش البارح تايقين في راسهم واحد الدرجه، حنا كذا غندوزوا الماتش، هادو غنصيفطوهم لبلادهم الى اخره. دخل الماتش على اساس راه لاعب الكينجز ليغ. عرفتي شنو هي؟ كتكون لاعب والماتش غادي يمشي بحال هكا. المغرب ديما عنده هاد لوبسيون هذيك، كيكون بحال هكا كيدير المغرب بحال هكا، رجع في حالاتك 7-4 7-5 7-7. دخلك الشك، واش انا نخسر؟ ما متيقش. حيت اللي كيكون مرشحين كيكون عنده في دماغهم شنو تيقول؟ انا مع راسي لعب ضد المغرب راه كيفكر في ديمي فينال، راه دارك في جيبو، فهمتي؟ نتمنى انا كولومبيا يديرونا في جيبو باش انت ملي تبدا تشوكيه طق الاول طق الثاني. الجمهور واحد القضيه اللي نسطر عليها مزيان هنا، الجمهور اللي كان البارح ودويت عليه في ماتش الامريكان غايدير فرق كبير بحال في قطر. رونالدو انا تفرجت فيه، ماشي رونالدو زعما البرتغال تفرجت فيهم ضد سويسرا ضربوهم 6-1. الجمهور ساكت، رونالدو كيشجعوا الى اخره في الكوب دي موند اللي فات. جو الماتش ديالنا في التمامه اتموسفير اخر، حتى السيد لاعب كيسمع التصفار. تخيل دابا انت لعاب الكره مولف على تيرانات مكالمين بحال التنس مثلا. التنس قبل ما يلعب السيرف اللعاب ديال التنس شنو تيقول ليه الحكم؟ المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ في دوري الملوك، حيث تمكن من حجز مكانه في نصف النهائي بعد أداء مميز أثبت فيه قوة المنتخب المغربي وتماسكه. ردود الفعل في الإعلام الجزائري كانت مليئة بالانتقادات والتصريحات المثيرة، حيث أعرب بعض المحللين عن صدمتهم من استمرار نجاحات المغرب، وتمنوا بشكل واضح تعثر أسود الأطلس في المرحلة المقبلة أمام المنتخب الكولومبي. البعض ذهب إلى التقليل من الإنجاز واصفا إياه بالحظ، بينما اعتبر آخرون أن الفريق الكولومبي سيكون العقبة الحقيقية.